كنا قلنا قبل كده في فيديو، علاقتك بنفسك أهم من علاقتك باللي حواليك. إيه معنى الجملة دي وليه قلنا كده؟ أنا هسألك سؤال. أنا لو مش قادر أساعد نفسي وما عنديش طاقة، وإنسان في حياتي فاشل، وإنسان فيها كل الصفات السيئة اللي في الدنيا، أنت هتتقبلني؟ بمنتهى البساطة لا. طب أنت فيك مشكلة، أنا هقدر أساعدك كصديق أو كصاحب أو كمعرفة أو كأخ أو كأي حاجة، هقدر أساعدك. فعشان كده لازم تهتم بعلاقتك الأول بنفسك. وعمرك ولا أنا ولا أنت هنعرف نستمد علاقتنا بنفسنا إلا لما نشحنها بالباور الإلهي العظيم. شوف علاقتك بربك سبحانه وتعالى عاملة إزاي، اشحنها الأول. خلي الباور بانك في جيبك عشان لما الشحن يبوظ أو يفضل معاك الباور بانك. فهمني طبعا. قربك من ربك سبحانه وتعالى ما في أعظم ولا أفضل. فعمر علاقتك باللي حواليك ما هتتحسن ولا هتبقى في أحسن حال إلا لما تعمل الدرجتين الأهم، وهم علاقتك بنفسك، ثم الأهم بربك سبحانه وتعالى. اشتغل على نفسك يا صديقي. صلى على الحبيب.